بس الفن مش اكل عيش يا سعد. يعني لو خدت الفن انه اكل عيش وان انا بعمل كده علشان ما اقعدش في البيت، لا، الفن رساله. لا، في الغنى يا فندم اللي يقول لك رساله والجو ده ما بحبوش. رساله ايه؟ الفن ولا ما فيهاش رساله. انا بتكلم بقى عن رساله ايه؟ هو زاني شاكل او سعد الصغير بيغنوا ليه؟ عشان ادي رساله الشباب يتعلموها؟ ما كلنا نتحاسب يوم القيامه. امال عشان ياخدوا فلوس؟ ما هو عشان ناخد فلوس. امال ايه؟ نتكلم بصراحه. رساله ايه؟ مين بيأدي رساله؟ رساله ايه؟ لا، ده تبقى مصيبه لو ده المفهوم يا سعد. يعني انا راجل شعب يا باشا ودبلوم صنايع وسواق تاكس. انا بكلمك بالبلدي المليان. انا ما بعملش رساله. انا ما بغنيش الاطلال ولا انا مش استاذ حليم حافظ. انا راجل جايب راجل شعبي بقول لك انا باكل عيش في الافراح. معايا 100 فرد باكل بيهم عيش. انا ما باديش رساله. استاذ هاني شاكر بيأدي رساله، الاستاذ عمرو دياب، الاستاذ تامر حسني، هم بيأدوا رساله. انا بكلمك عن نفسي. انا ما باديش رساله. والله انا بحب وضوحك يا سعد. هم في كل الاحوال حتى اللي بيأدوا رساله بيهتموا كمان هياخد كام وبكام. يعني بيهتموا بهذا الجانب. حضرتك لما بتطلع في برنامج الحقيقه حضرتك انت بتديني رساله ايه؟ لما حد بيبقى مظلوم بتكلم وزير الداخليه وبتكلم انت كده بتديني رساله. هشكرك لو شفتك في الشارع اعمل لك كده، لكن اجي اغني وسلامتها ام حسن تقول لي رساله ايه بس؟ الرساله ان انت تقف جنب الناس الغلابه. انا عن نفسي انا بحبك عشان انت بتيجي الحقيقه بتجيب الظالم والمظلوم، ما يهمكش اي حد وما بتخافش الا من ربنا. انت كده بتعمل رساله. لكن هتغني ومش عارف ايه وتقول لي رساله انا بكلمك عن نفسي. انتوا بقى مطربين الناس اللي هم واخدين نفسهم رساله. يعني انت لما تيجي تغني في ليله التلفزيون وبتاخد لك 200,000 جنيه يا استاذ هاني بتأدي رساله؟ رساله ايه بس؟ مفيش رساله يا استاذ. مفيش رساله. انت عايز تقول انه انا بناكل عيش كلنا وهي كلها عارفه بعضها. كلنا بناكل عيش. كلها عارفه بعضها. مفيش حد يزايد على بعض. مفيش حد زايد عشان نبقى صراحه مع بعضين.